ازاي اعمل move on، سواء كانت من friendship او من كان relationship. doesn't matter، بس النهارده احنا هنناقش ازاي تعمل move on. فلو انت مهتم ان انت تشوف الفيديو اعمل لايك واعمل كومنت واعمل كمان سبسكرايب وقول لي ايه رايك في الفيديو ده، ويلا نناقش للب الموضوع ونشوف ايه هو التوبيك اللي احنا هنتكلم عنه النهارده. حاجه قبل اصلا ما نناقش ازاي نعمل move on، احنا لازم نانلايز الاسباب اللي هي احنا مش عارفين نعمل move on ليه، واحنا ايه اللي بيوقفنا ان احنا نعمل move on. فالنهارده انا هقول كام سبب بيخلينا ما نعملش move on. كده نخش في لب الموضوع، وهو ازاي نعمل move on، او بمعنى اصح ايه هي البليفز او الايمانات المفروض تكون عندي علشان اعمل move on. اول حاجه من الاسباب اللي هي بتمنعك ان تعمل move on ان في حاجه اسمها euphoric recall، والحاجه دي ان انت بتيجي تستدعي الميموريز بتاعتك، او انت بتركز على الجانب الحلو بس وتسيب الجانب الوحش، وبتحاول انت تفانتسايز الموضوع، بتحاول انت تعمل فانتزي او تسيب النيجاتيف اسبيكتس اللي حصلت كلها، وتحاول انت تركز على الجانب الحلو بس وتسيب النيجاتيف، وتنسى اصلا ان الريليشن شيب او الفريندشيب اللي انت كنت فيه اصلا كانت ممكن بنسبه كبيره ان هي تكون توكسيك وانت مش مدرك الموضوع ده. فبتحاول تركز على الجانب الحلو والميموريز الجميله اللي حصلت ما بينكم، بوزيتيفيتي، وان الشخص ده كان فعلا كويس ليك وكان شخص اللي هو الامثل ليك وكده. فانت وانت بتحاول انت تسترجع الذكريات بتركز على الجانب الحلو وتسيب الجانب الوحش. فده اهم الغلطات اللي هي بتخلينا نقع في فكره ان احنا مش عارفين نعمل موف اون ليه. فكره ان العقل اساسا دايما بيحاول ان هو يحلل الماضي ايا كان، حتى لو الماضي ده وحش والماضي ده خلاني أليم وكده، الموضوع كله يبان حلو، بيحاول ان هو يحللك الموضوع، بيقول لك مثلا ده انت كنت مثلا بتستراجل في الماضي علشان كنت بتتعلم درس، فبيحاول يحللك الحاجات الوحشه اللي حصلت في الماضي عامه يعني وكده. الفكره دي بجد مش اكسبتد خالص، انت تقعد تفكر في الحاجات الحلوه بس اللي حصلت. طب تعمل ايه؟ اول حاجه يكون عندك البليف او الايمان ان لسه في memories ahead of you، يعني لسه في ذكريات كتير قدامك تستغلها، وذكريات كتير قدامك انت تعملها مع اشخاص تانية، انت تبنيها وتستمتع بيها وتكون شخص برضو مبسوط زي ما انت كنت مبسوط في الماضي. فلازم انت تقتنع من جواك زي ما انت عشت ميموريز حلوة في الماضي هتعيشها كمان في المستقبل، ولسه في ذكريات كتير، لسه العمر قدامك طويل علشان تعمل ذكريات حلوة زي ما انت عملت قبل كده. سبب مهم قوي هو ما بيخليش نعمل موف اون، يعني انت دايما فاكر ان الشخص اللي سابك او الاكس عامه هو ده كان اكتر شخص فهمك، هو ده كان البست person that you've ever met. الشخص ده فعلا شخص كويس قوي، وده كان اكتر شخص مناسب ليك، هو اللي كان فهمك، وهو كان عارف شخصيتك وعارف الحاجات اللي بتحبها والحاجات اللي بتكرهها، وكان في بينك وبينه ميموريز كتير. فاللي هو بتقعد بقى تلوم نفسك ان انت ده ذنبك، ان انت يعني فقدت الشخص ده، وان انت مش هتلاقي شخص تاني يعوض معاك الحاجات اللي انت عشتها، تلاقي شخص تاني تعرفه بنفس التفاصيل اللي انت عشتها مع الشخص اللي هو الاكس. الفكرة دي غلط تماما، لان انت عارف ان في 8 مليار بني ادم على كوكب الارض. هل من 8 مليار ده حد بس يكون فاهمك بقدر الشخص الاكس بتاعك اللي هو كان فاهمك؟ فمستحيل. فلازم اعتقاد ان لسه 8 بليون بيبل الموجودين في العالم، لسه في الشخص ده هيكون شبهك. ومش معنى ان انت كنت فاكر ان الاكس اللي هو عدى وسابك بقى هو ده كان سول ميت بتاعك ان هو خلاص مش هتلاقي حد زيه، لان مش كل سول ميت are meant to be. بجد مش كل سول ميت هيتجوزوا، ومش كل سول ميت هيكملوا مع بعض. عندنا سول ميتس كتير، ممكن يكون اخواتنا، ممكن يكون قرايبنا، ممكن يكون صحابنا، فمش كل سول ميت هتتجوزوا. يعني اكيد في شخص تاني هيجيلك وانت هتكون بتحبه وهو بيحبك ومتفهمك بقدر ما الشخص التاني او الاكس التاني كان متفهمك. برضو اللي هي بتخلينا مش عارفين نعمل موف اون، ان في ناس secretly بينهم وبين نفسهم بيبقوا عندهم مقاصد ان هم لازم يعانوا، ان هم لازم يجلدوا في نفسهم، وان هم لازم يعيشوا المعاناة. ليه بقى؟ علشان هم طبعا الناس اللي هم ضيعوا فرصة الشخص الجميل اللذيذ اللي مفهوش ولا غلطة اللي هو سابهم، هم اللي عملوا كده بتصرفاتهم. وده الحقيقة غلط، يعني قلت لكم مش ذنبكم ان الشخص التاني ده سابكم او حصل بريك اب ما بينكم، ده مش غلطتك خالص خالص بجد. فالفكرة دي مرفوضة تماما. انت مش الشخص اللي المفروض يعني تاخد كل حاجة على قلبك وانت لازم تبليم يور سيلف. انت مش الشخص ده خالص، سابك فده خسرته، فانت ما تستحقش ان انت تعمل كل الجلد ده وكل تأنيب النفس ده وكل الذنب اللي انت حاسس بيه ده. فالمفروض انك let go كل الباد فيلينجز او كل الجلتي فيلينجز اللي انت حاسس بيها، وتؤمن من فكرة ان انت فعلا ده ما كانش ذنبك. الغلطة بقى اللي احنا نعملها، ودي اهم غلطة، ان انت لسه بتتابع او بتستاك او لسه بتفولو الاكس بتاعك في كل السوشيال ميديا.
فانت عندك الفيسبوك اكاونت بتاعك وعمال بقى تعمل ريفرش وتشوف ايه هي اخدست نيوز اللي هو بيعملها، تشوف هو لسه ارتبط ولا لا، طب هو ندمان دلوقتي ولا لا، وعلى انستجرام تشوف كل صوره وبيتصور مع مين، طب والدل اللي باين من الصوره. كل ده غلط. لان انت لو عندك فعلا اراده ان انت تعمل موف اون من جواك، المفروض تقطع اي حاجه او اي وسيله تربطك بالشخص ده. الاماكن اللي هو مثلا في اماكن معينه هو بيروحها المفروض انت ما تروحهاش لو انت عندك الاراده من جواك ان انت فعلا تعمل موف اون. ولازم تقطع فكره اي امل جواك الشخص ده ممكن في يوم من الايام يرجع لك. انت بالمنظر ده انت بتعشم نفسك. وازاي هتعمل موف اون وانت في نفس الوقت بتستوك الشخص ده في كل السوشيال ميديا بلاتفورمز، وفي نفس الوقت عندك الامل ان هو ممكن يرجع لك في يوم من الايام؟ عاوز تعمل موف اون يا فرحتي. الاسباب اللي هي ما بتخلينيش تعمل موف اون ان انت دايما بتحاول سنس ايه اللي حصل، يعني هو ايه اللي حصل، هو العيب مني ولا العيب منه؟ طب ايه حصل يخلي اصلا البريك اب ده يحصل، او ايه اللي حصل يخلي ان يكون فينا سوء تفاهم؟ فاللي هو بتحاول انت تفهم ايه اللي حصل، بالذات لو البريك اب ده حصل من غير ما التاني يقولك هو عمل بريك اب ده ليه او هو عاوز يمشي ليه. فانت بتحاول ان انت تانالايز الموضوع من كل الجهات، وان انت كمان تانالايز الموضوع مع صحابك وتحكي لهم على الموضوع، واي شخص تقابله وتقعد تعمل ريتالن للموضوع معاه. فهو الموضوع ده غلط، ان انت المفروض ما تحكيش في المحكي وتعيد بقى الماضي والتفاصيل وتركز في كل الديتيلز علشان تعرف هو البريك اب ده حصل ليه اصلا. برضو من الاسباب اللي هي مش بتخليك تعمل موف اون هو ان انت بتلوز your identity او الهوية بتاعتك. لما البريك اب يحصل انت بتلوز الايدنتيتي او بتلوز الهوية بتاعتك. في ناس بتبقى dependent غير متكل عليها خالص من غير البارتنر بتاعها، dependent جدا، اللي هو مثلا هو اللي كان بيقرر لها كل حاجة في حياتها، هو اللي كان بيمشيها، هو اللي كان بيختار لها المنيو الموجود في الكافيه او الريستورانت، فهو اللي كان بيعمل كل حاجة حرفيا. فهي من غير الشخص ده هي مش عارفة اصلا واقفة فين، هي اصلا ما كانتش عارفة هي حياتها كانت ماشية ازاي وبتحب ايه وما بتحبش ايه قبل ما الريليشن شيب دي اصلا تحصل او الفريندشيب دي تحصل. فاللي هو كان الشخص ده هو اللي كان بيقرر لها كل حاجة، هو اللي كان بيختار لها كل حاجة، هو كان بيقول لها تمشي ازاي. فلما الشخص ده راح هي بقت ديبندنت، بقت لاست حرفيا، هي مش عارفة تقف على ارض صلبة ومش عارفة تختار اي حاجة في حياتها. من اهم الاسباب اللي هي ليش الشخص يعمل موف اون ان هو وقت كفايه ان هو يلت اوت هيز فيلينجز، فاللي هو ما خدش وقت كبير ان هو يحزن او يحسس نفسه ان هو زعلان. في ناس كتير جدا بريك اب او الشخص اللي هو التاني سابهم يقعدوا يقولوا ده ما يستاهلش، انا اصلا مش هضيع دقيقه من وقتي زعلانه عليه. فانت كده بتعمل ايه؟ انت كده drown your feelings، كأنك بتركنها على جنب مؤقتا او كأنك بتأجلها. لان انت بعد 3 شهور او بعد كام شهر عامه يعني هتندم وهتحس انت في حاجه مخلياك depressed، وفي حاجه هنا too tight مخلياك اللي هو انا زعلان بس انا مش عارف زعلان ليه. فكره ان انت كتمت في الفيلينجز بتاعتك وركنتها على جنب واجلتها لوقت تاني دي غلط جدا. المفروض انت تدي كل شعور حقه، excitement thrilling اي شعور في الدنيا المفروض تدي حقه، وان انت المفروض تتعايش معاه وتعيشه بكل حاجة، لان انت المفروض تديله حقه بقى. فلو بتطلعه بدل ما تكون كاتمها كده وتفضل على طول، انت كده بتطلعه. فلو اجلت مثلا الفيلينجز اللي انت فلو اجلت الفيلينجز اللي انت حاسس بيها انت كده بتأجلها وكده بتكتم وعلى المدى البعيد هيتأثر فيك. ممكن تقنع عقلك ان انت مش هتأثر دلوقتي بس على المدى البعيد هيتأثر فيك. ف don't do that. عشان تعمل بريك اب بقى ايه هي الاساسيات او الاسينشالز او البليفز اللي هي المفروض تكون عندك علشان تقدر تعمل موف اون؟ حاجه لازم تعملها ان انت silence your inner critic جواك او ناقد داخلي جواك. ده دايما بيحاول ان هو يحسسك ان ده خطأك وان انت الشخص المفروض تلوم نفسك، وان لو انت ما كنتش عملت كذا كان كل ده ما حصلش. ويقعد يقول لك بقى ان دلوقتي لوحدك، انت مش هتلاقي الشخص ده تاني، مش هتلاقي شخص يفهمك تاني، غبي، وانت ضيعت فرصة عمرها ما تتعوض لك تاني. فهو بيبقى فيه شخص عمال بقى يجلدك ذاتيا وشخص عمال ينتقدك، فالمفروض انت تركنه على جنب خالص وتقوله يخرس، انت تحاول بقى تقنع نفسك ان انت فعلا في مرحلة او process بتاعة الموفين اون، وتسكت الانر كريتيك ده بتاعك، واللي هو تحاول تقنع نفسك ان انت فعلا بتعمل موف اون. برضو اللي انت لازم تعملها وانت بتعمل موف اون ان انت تعمل نفسك كأنك بتعمل واحد صاحبك. يعني لو واحد صاحبك مثلا كان زعلان قوي وحصل هو يعني ما بينه وبين حد بريك اب وقال لك انا زعلان قوي، هل انت مثلا هتقعد تجلد فيه وتقوله ده خطأك
ولو انت عملتش كده ما كانش يحصل كده، وان انت الشخص المفروض تلوم نفسك والحاجات دي وتقعد تجلده وتجلد نفسك معاه وكده، مستحيل. ده انت هتدلعه وهتواسيه وهتعمل كل حاجة. فالمفروض زي ما انت هتعامل شخص تاني طالع من بريك اب والشخص ده قريب ليك، لازم تعامل نفسك بنفس الموضوع. تعامل نفسك زي ما بتكون بتعامل حد قريب ليك ولسه خارج من بريك اب، وان انت مش اقل ان انت تعامل نفسك زي حد قريب ليك. تعامل نفسك احسن من شخص يكون قريب ليك اساسا. البليفز اللي هي المفروض تكون عندك نفسك، هو انا هعمل موف اون امتى، هو ده كله هيخلص امتى. لان مفيش حرفيا ماجيك فورمولا هتخليك انت تنسى الموضوع او تخليك تعمل موف اون في يوم وليله. ابحاث وكل الاناليتكس اللي حصلت وضحت ان على الاقل 70% من الاشخاص المينيمم بتاعهم 3 شهور علشان يبداوا يتقبلوا واقع ان في حاجات حلوه من ورا البريك اب حصلت. يعني يركزوا على الجانب الحلو اللي هو من ورا البريك اب، فاللي هو حرفيا 3 شهور اقل حاجه علشان تبدا تتقبل الواقع وتبدا تعمل موف اون. فلازم تبطل تسال نفسك هو انا هعمل بريك اب امتى، لان مفيش حرفيا ماجيك فورمولا هتخليك انت تنسى الموضوع في يوم وليله. واقل حاجه 3 شهور عشان تبدا تتقبل الموضوع وتشوف ايه هو الجانب الحلو من البريك اب والحكمه اصلا من ورا ده، وليه ربنا اصلا بعدكم عن بعض، وان الريليشنشيب دي او الفريندشيب دي كانت توكسيك في الاول وانت اصلا ممكن ما كنتش واخد بالك. اخر خطوه المفروض تعملها، والخطوه دي انا بين بيها حرفيا 100%، وهو ان انت لازم تبص على حياتك انها رحله. الرحله دي بالمطبات بتاعتها، بالابس والداونز بتاعتها، اي حاجه حرفيا انت بتجون ثرو عباره عن درس في الاول وفي الاخر ليك ان انت تتعلمه. انت تتعلم في الدرس ده، انت تتعلم ايه من الدرس ده، هتتعلم ايه من المرحله دي، هتتعلم من ايه من الحاجه اللي زعلتك دي، او الحاجه اللي هي خلتك تبقى فخور بنفسك، او الحاجه اللي هي فرحتك دي. فانت حرفيا الحياه دي كلها عباره عن lessons، انت بتحاول انت تعلم نفسك منها حاجه. انت لازم تبص ان حياتك دي عباره عن رحله. فكر ان البريك اب ده نهايه الدنيا، وانت على طول هتبقى حزين، وعلى طول هتبقى مش لاقي الشخص اللي هو يفهمك، وان انت دي غلطتك كل حاجه، وتحس دي اخر الدنيا. بس يعني I promise you بعد سنة من البريك اب ده تبدأ تبص للموضوع ان هو حرفيا درس أثر فيك، خدت منه البوزيتيف اسبكت وسبت النيجاتيف اسبكتس، وعرفت غلطتك وتعلمت حاجة جديدة، وانت تاخد خبرة انت تعمل ايه بقى المرة الجاية علشان مثلا لو حصل بريك اب تعرف تعمل معاه تاني. وبس ده كان فيديو النهاردة، فلو عجبك اعمل لايك واعمل سبسكرايب وقول لي ايه رأيك في الفيديو ده في الكومنت. اشوفكم في فيديو جديد وباي باي.